مرحبا بكم مشاهدي BBC إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء. نستضيف اليوم الشيخ سلطان البركاني، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب. مرحبا شيخ سلطان. حياكم الله وأنا سعيد بكم. نبدأ من أبرز التطورات الساخنة التي تشهدها الساحة اليمنية. هناك جدل كبير حول قتل جمعة الكرامة، والمركز الإعلامي التابع للفرقة المدرعة الأولى نشر وثائق يقول فيها إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجه وزير الداخلية السابق أيضا بالإفراج عن متهمين بقتل المتظاهرين. هل لكم تعليق على تلك الوثائق؟ علي محسن هو الذي خطط جمعة الكرامة في الأصل، ورجل يريد أن يدرأ التهمة عن نفسه. طيب هل لديكم دليل على ذلك؟ لدينا معلومات كافية بأن من أتوا إلى الساحة، أولا أقول لك لم يكن هناك قوة أمن في الساحة على الإطلاق، وأن قوة الأمن جاءت بعد الحادث وغير مسلحين. لكن أنا اطلعت أيضا على وثائق التحقيقات الأولية التي قام بها النائب العام المقال عبد الله العرفي، وفيها شهادات لمدير أمن أمانة العاصمة السابق تتحدث عن أنهم كانوا يبلغون وزير الداخلية ومدير الأمن المركزي بأن هناك عمليات قتل ضد المعتصمين، يقولون لهم نحن نعلم ذلك ويطلبوا التليفون. أولا أقول لك أن هذه المعلومات ليست دقيقة ولا صحيحة، وأن وزير الداخلية أصدر توجيهات الأمن المركزي مجرد علمه بالحادث، وإلا لما جاء الجنود التي وافقتني على وجودهم غير مسلحين جاءوا بعد الحادث مباشرة. علي عبد الله صالح لا يمر بدماء، أنا أعرفه منذ زمن طويل قبل أن يكون رئيسا للجمهورية. علي عبد الله صالح يؤمن بمقولة بشر القاتلين بالقتل، لذلك هو لم يلقى الدماء ولم يقل لعلي محسن صف الساحة بأي ثمن. علي عبد الله صالح بعيدا عن الدماء، بل وأن يوم الجمعة كانت بالنسبة لعلي عبد الله صالح يوم كارثة. ألم يكن على الطائرة المروحية التي كانت تحلق فوق المعتصمين حينها؟ كل هذا كلام تروجه وسائل الإعلام. نتمنى أن تظهر الحقيقة وأن تجمع كل الأدلة الموجودة لدى جميع الأطراف، وهي مصورة لا تقبل اللبس. أنتم دائما تتهمون في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي أقطاب من المعارضة بقتل المتظاهرين، لكنكم حتى اليوم لم تقدموا دليلا واحدا عمليا واضحا يثبت ذلك. أخ عبد الله، أولا عندما تفرق بين أنواع أين حدث القتل، ففي مدينة الثورة، وأنا أقول بضميرك من الذي ذهب إلى مدينة الثورة؟ هل المعتصمين أنصار الشرعية الدستورية أو شباب تصحيح المسار، أو أن الساعات هي التي هاجمت؟ هم يمنيون ومن حقهم أن يتظاهروا في أي شارع في اليمن. لا، من هاجموا؟ أتوا إلى مكان مزدحم بالمعتصمين بأنصار الشرعية. عندما يحدث تحرك للمسيرات في شوارع معينة وفي مناطق محظورة، بالإمكان أن يقع مواجهة بين المعتصمين وقوات الأمن، ولا يمكن أن نقول أن قوة الأمن لم تقتل، لكن من قتل المعتصمين في ساحة الاعتصام؟ هذا هو السؤال. هل سيقتلون أنفسهم؟ إذا نسأل من هم الذي كانوا وراء العملية؟ بيت الأحمر، كلنا الفرقة، الإخوان المسلمين. لأنه أنت ربما قرأت المقال الأخير للأستاذ محمد المقالح الذي قال وهو معارض إلى السماء وضد الرئيس علي عبد الله صالح من قمة الرأس إلى أخماص القدم. قال كانت تصدر الأوامر من وراء الأكمة بأن لا بد من العودة بالدماء، لأن الناس لن يصدقوا الثورة. أنتم دائما تنفون حتى شهادات الحقوقيين والإعلاميين المستقلين. أنا اليوم أكرر أنني شاهدت مسلحين من أنصار الحزب الحاكم بزي مدني وهم يقصفون المتظاهرين بRPG في 18/9 في مثلث قاع اليهود. هو أولا أخي عبد الله، أنت لا تستطيع أن نقول أننا في ساحة الاعتصام. هل أنت تقطب بها 24 ساعة حتى تقول أنا أبرئ؟ أنت تأتي لحظات معينة، وشاهد الإثبات مقدم على شاهد النافي في الشريعة الإسلامية. لو صورت يوم 18 سبتمبر اللي تحدثت عليها، فقل لي بجولة كنتاكي من كان يحمل القناصة، ومن كان يصطاد المعتصمين، ومن كان يصطاد أفراد الآن مصورين لدينا ومصورين ولدينا القناصات، ودعونا نحتكم إلى جهة أمنية محايدة. أنتم ربما كانت عواطفكم ثورية وكنتم مستعجلين في قضية الثورة، وتعتقدوا أن النظام مثله مثل تونس مثله مثل مصر سينهار 28 يوم أو 27 يوم، ونسيتم أن الأغلبية الشعبية موجودة للرئيس علي عبد الله صالح والنظام. لكن هذا الموضوع قد نسيناه ودخلنا بانتخابات واتفاقات. إذا كان علي محسن
اللي هو علي محسن المتمرد يجتمع معنا يوم الجمعة في كل ليلة في اللجنة العامة حتى مساء يوم الأحد، وفي يوم الاثنين على التمرد. لماذا؟ كنا نستدعي لأنه كانت اللجنة العامة تنعقد يوميا، وهو قائد عسكري، وهو الذي دل الرئيس قال له اصدر قرار بإقالة الحكومة، اصدر قرار بالاتجاه الآخر، كان الرجل يخطط للوصول إلى السلطة، لأنه حكم 33 سنة مع علي عبد الله صالح، ويريد عبر ما يسمى بالثورة أن يحكم 33 سنة جديد. هذه الهوس الذي كان، وهوس الإخوان المسلمين بأنهم ربما في تونس حققوا إنجاز وفي مصر حققوا إنجاز، فلذلك لابد أن يكون اليمن مسرح، وهم يعلمون أن ما حد يبيع الماء. عندنا مثال في اليمن يقول لا يباع الماء بحارة السقايين. اليمن كلها شعب مسلم. إذا انتقلنا شيخ سلطان إلى مسألة الحوار الوطني. الآن المعارضة تقول لكم في حزب المؤتمر بأنها لن تشارك في أي حوار ما دام علي عبد الله صالح مصرا على ممارسة العمل السياسي. ما تعليقكم؟ أولا لا أريدك أن تكونوا مجرد ناقل يا عبد الله، أنت سياسي وأنت إعلامي، والإعلامي لابد من يقترب بالعمل السياسي. علي عبد الله صالح رئيس حزب، وعلي عبد الله صالح قدم تنازلات من أجل اليمن وخرج من السلطة. علي عبد الله صالح كان يمتلك تأييدا شعبيا يستطيع أن يستمر ل10 سنوات إلى أن يكمل فترته، لكن هل نستمر على الدماء؟ هل نستمر على انقطاع الكهرباء؟ هل نستمر على انقطاع النفط؟ هل نستمر على قطع الخدمات المواطنين؟ أي رئاسة إذا؟ هل سمعت الشارع اليمني وهو يقول إذا كانت الثورة قطعت الكهرباء فنحن لسنا محتاجين لثورة؟ أنا أبرر هؤلاء الشباب وبالذات المستقلين اللي قطعوا الثورة الجلاوزة، اللي قطعوا النفط والكهرباء الجلاوزة، بيت الأحمر، علي محسن، الإخوان المسلمين المتفننين. أما هذا مجرد هتافات هتيفة. أنا لا أتهم الشباب على الإطلاق، في المؤتمر لا نتهم الشباب، في النظام لا نتهم الشباب. نحن نعرف الأيادي التي تحركت لقطع الخدمات على المواطنين وسيب الثورة. أنا أقول لك هي أزمة وليست ثورة، ولكني سأقولها مجازا ثورة، ولا أتهم شبابها. إن الرئيس السابق وصفها بثورة البلاطجة والتخطف. والله دعنا أنا أسير وفق تصميم. هل تتفق معه في هذا الوصف؟ لا، وإن أنا ربما أنا أقول لك أنا أولا أسير وفق لتسمية مجلس الأمن بأنها أزمة، وأسير لتسمية المبادرة الخليجية بأنها أزمة، وهذا هو الشيء الطبيعي توصيفها. طالما أطراف تتقاتل فهي ليست ثورة. هم يتهمونكم بيت الأحمر بأنكم من فجر موقف عسكريا. نحن دولة، وكانت الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها إذا أرادت، وكان بإمكان القوات الأمنية أن تقبض على بيت الأحمر مرتين وأنت تعلم. في المرة الأولى قبل جمعة 3 يونيو وفي رمضان كانوا على وشك القبض على بيت الأحمر، لولا تدخل نائب الرئيس يومها وأصر على عدم مواصلة القتال. أنا أسألك قل لي عند هذه الثورة والقتل كله من الذي قتل من الإصلاح؟ وأنا قل لي من قتل من بيت الأحمر؟ من قتل من بيت الأحمر؟ من أولاد الأحمر، لا تقل لي من المرتزقة، من المستأجرين، من الضعفاء والمساكين. قل لي من عيال الأحمر هؤلاء الثوار الذين يقدمون أنفسهم ثوارا وحرارا، والذين يقولون أنهم يملكون تغيير الرؤساء. نحن مع إنهاء الأزمة بكل تداعياتها. كيف وأنتم مصرون على عدم هيكلة الجيش؟ لا، أولا أنا أقول لك لا تكون تدفع العرب قبل الحصان. اقرأ المبادرة جيدا. متى أين جاءت فقرة الهيكلة؟ بعد إيش؟ أولا قل لي هل المرحلة الأولى من الآلية انتهت؟ قل لي هل التوتر السياسي والأمني زال؟ قل لي هل الميليشيات المسلحة غادرت صنعاء إلى قراها؟ من جميع الأطراف مستمرة. لا تقل من جميع الأطراف. إذا وجدت مسلحا واحدا من المؤتمر تعال عاتبني أنا. هم يتجولون في الشوارع أنصار الحزب الحاكم بكل حرية. بلغنا من اللجنة العسكرية بأن لديكم 1 2 3 مقرات كذا بالعدد، عليهم أن يغادروا إلى يوم الأحد. وماذا تسمي المسلحين في ميدان التحرير وفي الشارع اليمني كله مسلح؟ إذا مر واحد في التحرير، لكن اللي داخل المخيمة تسألني عنهم، هل على وجههم الوشم بأنهم من أنصار الحزب الحاكم؟ لننتقل إلى رؤيتكم لإعادة هيكلة الجيش. أنت يا شيخ سلطان قلت أن الاقتراب من أحمد علي عبد الله صالح خط أحمر في إحدى تصريحاتك، وقلت أنه جندي يأتمر بأوامر وزير الدفاع. هل أنتم موافقون على إقالة أحمد علي وأقارب الرئيس السابق؟ أنا أقول أن من يبحث عن شخص، قضية الهيكلة يا عبد الله ليست أشخاص، الهيكلة معايير علمية، الهيكلة أسس، الهيكلة تخصص. سلم الخبز لخبازه وخليها إن شاء الله لم يبقى من قادات
علي عبد الله صالح واحدا، نحن لا نعترض إذا أتى وفق المعيار. ثم أن قضية الهيكلة تأتي بعد ماذا؟ بالفقرة ج من المرحلة الثانية. نحن لم ننهي المرحلة الأولى. هل الانقسام في الجيش زال؟ لم يزل. هل عادت القوات المسلحة إلى ثكناته؟ لم تعد. قليلا جدا لم تعد. هل المسلحين والميليشيات المسلحة عادوا إلى قراهم مع أسلحتهم؟ لم يعد. عليك أولا أنا أقول لك حتى الحوار، هل تضمن يا عبد الله أن ندخل مؤتمر حوار والعاصمة مقسمة على 3 وأمراء الحرب 3 فيها؟ هل ممكن لي أن أطمئن إلى حوار وأنا لا آمن أن نسير في شارع هائل ولا في الحصبة ولا في صوفان؟ هذا الكلام مردود عليه. هم كذلك يقولون إنهم لا يأمنون على أنفسهم الطرف الآخر، لأنكم لا تزالون تمسكون بمفاصل المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابرات، وبالتالي يجب أن يحموا أنفسهم. أولا الآلية والمبادرة حدد التزامات على الأطراف. فمن يقول لي أني سأبقى بالميليشيات المسلحة علشان أحمي نفسي، ما قتلناش، لا هاجمنا جامع الحصبة ولا هاجمنا جامع 60 ولا احنا قتلنا في الجوامع. أنتم تنكرون وجود قتل للمتظاهرين ولمعارضيكم؟ إنما ما جرى من قتلى كانوا يلهون. نعم في قتل، لكن من المسؤول عن القتل يحاسب، هذا شيء. ثم أننا الرئيس الجمهورية أصدر قرارا باعتبارهم جميعا شهداء المدنيين، إضافة إلى العسكريين قالوا تلقائيا سيكونوا شهداء. ونحن نريد اليوم اليمن تعيش أزمة خانقة اقتصادية سياسية، انقسام في المجتمع، شرخ انقسم المجتمع بشرخ يعني انقسام كبير جدا. أنت تحتاج إلى الجنوب أصبح في مهب الريح، صعد والحوثيين، علي سالم البيض والحوثيين قصدي والإيرانيين. الإيرانيين اليوم مطوقون من الشمال ومن الجنوب. هل تنكرون إطلاق RPG في 18/9 في قاع اليهود على المتظاهرين؟ أنا نسيت أنت سألت أول عن قاع اليهود. نعم. والله يا عبد الله أني تابعت هذا الحادث خطوة خطوة، ولو تعلم من الذي اكتسح قاع اليهود وبيت الفريق العمري والمدرسة، الفرقة الأولى مدرعة وليست الأمن المركزي. نحن كنا متواجدين. يا أخي الأمن المركزي جاء في الليل. يا أخي إذا لبسوا ملابس، أنا تواصلت مع وزير الداخلية ومع الأمن المركزي ينقذوا القاع. الآن واصلين على أمانة العاصمة، وأنت عارف أنهم كانوا فوق بيت القابل، على شيء قد وصلوا. إلى اليوم لم تقدموا دليلا واحدا يثبت تورط المعارضة في قتل المتظاهرين. كنت أتمنى تحضروا الندوة يوم أمس، فيها تصوير، فيها وقائع. لماذا لا تنشرونه لوسائل الإعلام الدولية؟ سننشر. إحنا كنا حريصين أن لا نصعد. كنا حريصين أن اليمن تخرج من الأزمة، لأن اليوم مليون موظف تركوا أعمالهم بسبب الأزمة ولم يجدوا لقمة عيش. اليوم من كانوا يزرعون هجروا 3-4 مزارع ولم يجدوا ديزل. وأنتم متهمون بذلك أيضا. هل هناك نظام يريد أن يجوع شعبه؟ أنا أريد قوة شعبية معي، لأنه في خصوم. لم يعد التأييد الشعبي الذي تتحدث عنه شيخ سلطان بذلك الزخم في بداية الاحتجاجات. الناس الآن اقتنعوا بالتغيير وانتخبوا عبد ربه منصور. ولماذا لا يزال الكهرباء مقطوع والنفط مقطوع والاعتصامات في الساحات والجيش في الشوارع؟ الاعتصامات ضمنت لها المبادرة الخليجية الاستمرارية. لم تضمن. أتحدى من يقول أنها ضمنت. إزالة التوتر السياسي والأمني نص قطعي. هكذا تفهمونه أنتم. لكن طيب إذا علينا ندي لك يا أخي واحد يفسر لك من المعارضة. إذا أين لجنة تفسير المبادرة الخليجية؟ شوف، إذا كنتم لا تفهمون المراسلين إلا بلغة المعارضة فنحن جاهزين أن نرسل بياناتنا، نكون عبر الصحوة، نحن نفهم بلغة المنطق وعبر الثوري ونرسلها إليه. لا، نحن نفهم بلغة المنطق والأحداث الواقعية في الميدان. طيب شيخ سلطان، الرئيس السابق علي عبد الله صالح مصر على الظهور في التلفزيون بكل مناسبة. وما الذي يمنع؟ معارضوه يتهمونه بإثارة. ما الذي يمنع؟ هو رئيس حزب عبد الله. نعم، ولكن هم يفهمون المبادرة الخليجية أنها تشمل تنحيه التام عن ممارسة العمل السياسي. المبادرة الخليجية تتحدث بأن علي عبد الله صالح وصلنا إلى انتخابات مبكرة وسيظل مواطنا يمنيا يمارس كافة الحقوق السياسية. هل من مصلحة اليمن استمرار علي عبد الله صالح في ممارسة العمل السياسي؟ بالتأكيد، لأنه علي عبد الله صالح، أنا أقول لك وأقولها لمعارضيه وأقولها لمحبيه وأقولها لخصومه، أن علي عبد الله صالح سيظل على الأقل ل10 سنوات والرجل الأول في اليمن. أنت مقتنع تماما؟ مقتنع، وأنا أقيس الرأي العام وأقيس كم أنصار الرئيس علي عبد الله صالح
يقيس مقدار ما يتمتع به على الرئيس علي عبد الله صالح. طيب رؤيتكم شيخ سلطان التي تحدثت عنها قبل قليل لإعادة هيكلة الجيش تتفق تماما مع رؤية السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين. هل أنتم منسقون في هذا؟ يا أخي أصلا المبادرة تحدثت في هذا الجزء، ثم نحن قضية إعادة الهيكلة وصيناها بالمشروع قبل أن تقرر لكن الاتحاد الأوروبي مختلف. يا أخي أولا لا هيكلة، الهيكلة ليست اسم، ليست عبد الله، ليست سلطان، أفهمها معايير علمية، أفهمها أسس. أنا أريد بناء مؤسسة وطنية يا عبد الله، أنا مش أشخاص. نعم. يحكمها الشيطان إذا كان. وهل المؤسسة الوطنية تنص على أن 7 من أقارب رئيس يحكمون مؤسسات عندما ومخابرات؟ عندما تبني المؤسسة الوطنية بناء علميا إن شاء الله طلعوا كلهم من قرية، يعني كلهم من قرية. عندما يكون بمعيار الكفاءة والقدرة والتخصص، وهذا يعني أقارب الرئيس تريد أن أنا لا أتحدث عنهم الآن. نعنى بأن أقارب الرئيس هم المؤهلين علميا ومهنيا. أنا لو سألتني عن واحد منهم أحمد علي عبد الله صالح سأقول لك عسكري محترف، وستثبت لك الأيام وإن شاء الله. لا يوجد من هو أكثر من لإدارة الحرس خلاص ستطول أعمارنا إن شاء الله، والهيكلة ستكون شركة محايدة. طيب الأمن المركزي والأمن القومي أنا أقول لك إذا كلهم هم يا أحمد عبد الله إذا اقتضت الهيكلة أن يغادر أقارب الرئيس من أول إلى آخر آخر واحد نحن لا نعرف، لكن وفق المعايير العلمية. أما أن يقول لي أنا لن أدخل الحوار إلا بالهيكلة، يا الهيكلة البند الرابع للحوار، اترك هذا للجانب العلمي. ما دام الآلية المبادرة والآلية قالوا هيكلة القوات المسلحة لنا، إذا فلنسلم هذا الموضوع لشركة متخصصة ولخبرات فنية. وهل ألا يمس ذلك بسيادة اليمن أن هيكل الجيش؟ لا من حقي أنا شركة بمبلغ دفعته أنا. ألا توجد لديكم مخاوف من ضغوط أمريكية تراعي المصلحة الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب على حساب السيادة اليمنية؟ يا أخي شوف اليوم تسمع بأن علي محسن يقول للأمريكان افتحوا عينيكم على الإخوان المسلمين في اليمن، وأنا وهم نضمن لكم أننا نوقف القاعدة عن ممارسة الإرهاب في اليمن. هؤلاء اللي كانوا يدعون لنا عملاء وأننا سلمنا الأرض الأمريكية يبحثون عن عمالة. حد الشيء يبحث عن عمالة يشتري أحمد. وأنا أقول هذا عبر البي بي سي. ولو أن الأمريكان لفوه علي محسن لفاه ولفوه الأمريكان لاعتبرني كاذب بلده. طيب خصومكم السياسيون يتهمونكم بأنكم سلمتم القاعدة محافظة أبيان. قلنا القاعدة من هدمت الحرس الجمهوري، صحيح، الأمن المركزي، وقتل حوالي 200 الأجهزة الأمن السياسي والأمن العام. قل لي هل هاجمت الفرقة؟ هل هاجمت الزنداني وجامعة الإمام؟ هل هاجمت بيت الأحمر؟ هاجمت أيضا قيادة المؤتمر، لا زال معنا قتلى ومن رؤساء فروع المؤتمر ورحب المستشفيات. إذا هل هذا النظام الغبي يوجه القاعدة لقتل قواته؟ كيف سيقنع الآخرين؟ كيف بقتل قواته؟ بقتل قاداته؟ كان يا أخي نروح ننتقم من علي محسن، انتقل له. إذا القاعدة بأيدينا سننتقم من علي محسن وننتقل من الزنداني وننتقل من بيت ألا يوجد مع الولايات المتحدة أدلة تثبت تورط علي محسن بالقاعدة؟ إذا لماذا تتعامل مع علي محسن؟ والله عندهم رسائل قوية في هذا الموضوع. أنا لا أريد أن أحسب في هذا الأمر، أنا أعرف الشأن المحلي. القوي هل في نظام بالدنيا مجنون يقتل قواته ويقتل قاداته؟ إذا كنت لم تعلم بأن القاعدة وإيش يسموه قد أعلنوا أبيان إمارة إسلامية فهذا شأنك يا عبد الله. وإذا كنت لا تعلم أن شبوة، أعلم جيدا. وإذا كنت لا تعلم أن حضرموت، وإذا كنت لا تعلم أن البيضاء، وإذا كنت لا تعلم أن تعز اليوم تعز مملوءة بالقاعدة. ولكن التساؤل قائم حتى لو امتلأت كل المدن اليمنية بالقاعدة، التساؤل لا يزال قائما بقوة: من الذي أباح للقاعدة ومن سهل لها الدعم اللوجستي ومن من المستفيد من كل الفوضى التي تحصل؟ من أي عباء خرج؟ أنا أسألك هذا من أي عباء؟ وخرج من التيار الإسلامي ولا من احنا متهمين بأننا لا نؤمن بالله ولا برسوله ولا بعد احنا علمانيين؟ يا أخي خرجوا من عبادة الإسلاميين، ما خرجوا من الثاني. ألا تلاحظ من إجابتك بأن كل ما يهمك هو علاقتك الشخصية بعلي عبد الله صالح وليس ما تتركه تصريحاتك من أثر على أمر اليمن واستقرارها؟ أنا أعتز بصداقتي بعلي عبد الله صالح، وأنا أثق كل الثقة بأن
ومع علي عبد الله صالح عملت، وذلك في خدمة اليمن، وأشهد شهادة يحاسب عليها يوم القيامة بأن علي عبد الله صالح خدم اليمن خدمة لا يستطيع أحد أن يجاحد فيها ولا ينكر بصماته ولا ينكر تحولاته. وماذا عن سلبياته؟ كل إنسان له أخطاء، لا أقول أنه ملك، ليس له أخطاء، وأنا أقول لك بأن لعلي عبد الله صالح إيجابيات ضخمة أفسدتها سلبيات قليلة طفت على السطح. الشيخ سلطان البركاني، شكرا لحضورك معنا على شاشة CBC في هذا الحوار، وبدوري أشكركم مشاهدي CBC على حسن متابعتكم لهذا الحوار، وإلى اللقاء.